لا اكرم توفيق في مشكله. في مشكله في النادي الاهلي بسبب اكرم توفيق. اكرم توفيق قبل الاصابه اللي هي جات له تاني مره، لانه هو ولد مخلص وجدع. محمد هاني استغل الفرصه وتألق، يعني لعب كذا مباراه وكده وتألق بشكل او باخر. على الرغم اللي تهور اكرم توفيق اقل من تهور محمد هاني، على فكره الاثنين متهورين، يعني الاثنين مخلصين، لكن محمد هاني بيعمل اخطاء كارثيه. يعني الكره اللي برجله دخل، اللي هو الطرد ده كان يسال الطرد في ماتش ودي، الكره بره خالص بعيده عنك، انت بتخش برجلك ليه؟ يعني مثلا ده مش انا اللي قلت، ده الخبراء بيحللوا بيقولوا الكره بعيده في بره في الاوت، داخل برجلك على الواد بتاع الجزائر ليه؟ فده تهور، كارت احمر على طول، بصرف النظر ان الحكم وراح الفار اكد له، الحكم الاماراتي. اكرم توفيق متهور، لكن متهور في التاكلينج، بيعمل زحلقه بشكل معين، بيعمل ما يهموش رجله، لانه هو راجل بيلعب لصالح منتخب مصر بشكل كبير او النادي الاهلي. التهور بتاع اكرم توفيق اقل شويه من تهور محمد هاني، او الفدائيه يعني في كره القدم، والاخلاص والقوه في كره القدم دي مطلوبه. شايفه الانجليش بريمير ليج عاملين ازاي؟ اللعيب بياخد الشلوط في رجله ولا في وشه وبيلعب عادي جدا، وينفض كده يقول مش انا يعني حاجه غريبه جدا. وعشان كده محمد صلاح اللي هو بيحافظ على نفسه وتكوينه الجسماني والبدني بيقدر اللي هو يواصل. طيب ايه مشكله النادي الاهلي؟ مشكله النادي الاهلي في اكرم توفيق. في ناس بتقول ان هو هيرجع تاني يلعب، يديله فرصه مكان محمد هاني، وفي ناس تانية كولر لغايه دلوقتي مش عايز يديله الفرصه اللي هو يرجعه تاني. بيقول لغايه ما يكتمل بشكل 100% هيبدا يلعبه، واكرم توفيق مستعجل عايز يلعب. طب ايه الحكايه انه في مشاكل بين كولر وامام عاشور كمان؟ المشكله اللي حصلت مؤخرا فعلا ده حقيقي، المشكله اللي حصلت بين امام عاشور وكولر برضه عايز يلعب بالظبط. ما هو عايز يلعب برضه، ما هو انا خلاص انا ما عنديش مشكله، وامام عاشور لان هو عنده مشكله، هو لو سمعنا هيعرف ما بيتمرنش كويس امام عاشور، مش 100% تمرين. انت عارفه مشكله شيكابالا ما بيتمرنش كويس برضه مش بنسبه 100%. شيكابالا مودي كمان شويه، ايوه ومودي وعصبيته حسب المزاج وكده. امام عاشور ما بيتمرنش كويس، ده انا مش عايز اقول لك الكهرباء ما بيهنش نفسه في التمرين في لعيبه، لكن شوف محمد عبد المنعم بيعمل ايه في التمرين، بيكسر الدنيا في التمرين. محمد عبد المنعم واكرم توفيق من ابرز اللعيبه، والونش بقى الله يمسيه بالخير يعني ويرجعه بالسلامه، من الرجاله قوي في التمرين، وبرضه بيلعب على يطور نفسه، على تطوير ادائه، وعلى مصلحه الفرقه سواء النادي او المنتخب. النادي الاهلي انا عايزه ارجع لكولر، لان في بعض الانتقادات اللي وجهت اليه بالذات بعد المؤتمر الصحفي وبعد تصريحاته بعد انتهاء من اللقاء، والكلام على مساله التغييرات ومساله انه ما عملش غير تغيير واحد وانه ما بيبقاش موفق فيه. وهو حتى تصريحاته في بعض الناس اعتبرتها يعني استفزازيه شويه او غير موفقه، لانه قال ده مش قانون ان انا اعمل تغييرات يعني، او اعمل تغيير واحد وات ايفر، ما هوش قانون موضوع التغييرات. فكان الرد اعتبر بمثابه استفزاز شويه.